السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، رمضان شهر الانتصارات، هذا هو عنوان الخطبة التي حطت عليها وزارة الأوقاف. يعني طبعا مش لما نتقيد بالأمور، ولكن وجدناها في لب الموضوع، أو وجدنا منها ثمرة نخرج من خلالها في هذا الشهر الكريم بانتصار عظيم. فنقول رمضان شهر الانتصارات. الانتصار لا يكون الإنسان منتصرا إلا إن كان ناصرا لله سبحانه وتعالى. لذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. على من ننصر الله عز وجل؟ وهل أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع نصر نفسه حتى يطلب منا النصر؟ ولكن هو يريد أن يقول لنا أنه لا نصر إلا باتباع أوامره. إن تنصروا
ويثبت أقدامكم. فنصر الله سبحانه وتعالى هو أن ننصره على أنفسنا، بأن هناك معركة لا يخمد نارها أبدا ولا تخمد لها غبار في أي لحظة من اللحظات، ما دام الإنسان به نفس وبه عقل في الدنيا، فهذا الصراع دائما وأبدا معه. هو اللي يخش في موضوع الصراع ده حاجة واحدة بس: إن كان الإنسان جرد من النفس يعني مات خلاص، هو الصراع بتاعه انتهى. والأمر الأهم بأن يكون له عقل، فإن خيب عقله لا يحاسب على شيء. ولكن ما دام هناك عقل في الإنسان يفكر، فهناك صراع بين الشر والخير. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن الإنسان إن لم ينصر الله سبحانه وتعالى على نفسه فلا يكون له نصرا. بمعنى أن النفس تريد أن تكون طليقة حرة ليس لها قيود، لا يحدها حد، لا يقف أمامها واقف، لا يحجمها شيء. ولكن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى هذا حلال وهذا حرام. النفس لا تستطيع أن تقف أمام الحلال والحرام، هي تريد أن تأخذ كل شيء من حله أو حرمه، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لها حدود. فإن فعلت أمرا خارج الحدود فهو أمر يغضب الله سبحانه وتعالى ويعد من معصية الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر هنا أن يكون كل أمر في معاملاتك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا الأمر مطبقا تطبيقا كليا إلا في شهر رمضان. رمضان شهر الانتصارات حتى على النفس، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آية أخرى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا في شهر رمضان تأتي الوقاية من كل شيء، كما تكلمنا في اللقاء السابق أن الوقاية ليست من الأمراض الباطنية أو الأمراض الدنيوية، ولكن في كل شيء. وحدد الله سبحانه وتعالى: من أراد أن يكون تقيا فلا بد أن يوقى شح نفسه، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النفس البشرية كما وصفها الله سبحانه وتعالى أنها إما أمارة بالسوء وإما لوامة وإما مطمئنة. جاءت في القرآن الكريم عدة أوصاف للنفس البشرية، ولكن كيف أجعل بيني وبين نفس البشرية وقاية من شحها؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لا يستطيع أي إنسان أن يفعل هذا الأمر من نفسه إن لم يكن موفقا من الله سبحانه وتعالى، فهو عاجز. إن تنصروا الله ينصركم، إن لم تنصروا الله سبحانه وتعالى فلا نصر لك. فيرسم الله سبحانه وتعالى لنا الطريق الذي من خلاله
يستطيع الإنسان أن يقف أمام النفس البشرية وأن ينصر الله سبحانه وتعالى عليها. طريق رسمه الله سبحانه وتعالى، بل أن من أعجب العجائب في القرآن الكريم أن الله عز وجل قبل أن يتكلم عن هذا الطريق أقسم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى بهذا الطريق. بل ومن أعجب العجائب أن الله عز وجل ما أقسم مرة واحدة، بل أقسم 8 أقسام متتالية بدون فواصل فيها، حتى يقول أن هذا هو الطريق الذي من خلاله تنصر الله عز وجل على نفسك. في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى سورة كاملة، سورة بدأها بالقسم، فقال سبحانه وتعالى فيها: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أقسم الله سبحانه وتعالى 8 مرات أو 8 أقسام ليبين قولا واحدا: قد أفلح من زكاها. انظر إلى مكانة النفس عند الله سبحانه وتعالى. إن لم يأخذ الإنسان عظة وعبرة ممن حوله ومن الأشياء الكونية التي تحيط به، من الأشياء التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى، يريد أن يهديك ولكن بأسلوب رباني شفاف. كيف بأسلوب رباني شفاف؟ أن يبين لك عظمة خلق الله سبحانه وتعالى حتى تتفكر فيه، لأن هذا هو الطريق الدال على الله سبحانه وتعالى. إن لم تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى فلا تزكو نفسك ولا تعلو درجاتك عند الله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن تقف أمام نفسك الأمارة بالسوء. فيبدأ الله سبحانه وتعالى بأن يبين لك آياته الكونية، الأمور المحيطة بك، الأمور التي لا تغيب عن عاقل أو غير عاقل، أمور كونية لا يستطيع أحد أن يتغافل عنها أو يخفيها. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا. هل يستطيع أحد أن ينكر وجود الشمس أو حرارة الشمس مع ضحاها وهي الحرارة بتاعتها؟ هل يستطيع عاقل أن ينكر هذه الآيات؟ فبعدما أتانا الله سبحانه وتعالى بكل هذه الآيات لا يسعنا المجال في أن نتكلم عن كل آية من الآيات التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها في هذه السورة. سورة مكونة من 15 آية، جعل أكثر من نصفها قسم. ولما يكون القسم من الله سبحانه وتعالى فأي قسم هذا لما يكون المقسم هو الله سبحانه وتعالى؟ فتدبر ما هو الشيء العظيم الذي أقسم من أجله الله سبحانه وتعالى، بل لأنه لم يقسم مرة واحدة، أقسم مرة تلو المرة 8 مرات يقسم الله سبحانه وتعالى على أنك لا بد أن تنصر الله عز وجل على نفسك. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين.
تدين تدان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، فتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو جهاد النفس. لأنه حتى في منامك لا تهدأ النفس، وأنت في منامك تأتيك النفس بأشياء تريد أن تفعلها النفس البشرية وأنت في اليقظة. ولذلك يقول لك اسمه العقل الباطن. إيه العقل الباطن؟ الأمور اللي أنت حتى تفكر فيها كده في النهار، وبعدين تجي لك في الرؤية تبين لك أنك حتى وأنت غير مستيقظ وأنت في نومك وفي شدة نومك العميق لا تنبث عنك النفس أبدا ولا تبتعد عنك النفس أبدا. فتجد أن هناك حرب دائمة وآمنة. متى تخمد هذه الحروب كلها بعد ما سمعنا الصلاة على رسول الله؟ لا يخمد للنفس حرب ولا قتال إلا في شهر رمضان، لأنه شهر الانتصارات. لا يكون هناك تهيئة للنفس أن تفعل شيئا لا يغضب الله عز وجل ويكون في طاعة الله إلا في شهر رمضان. ليه؟ لأنك انتصرت عليها. انتصرت عليها مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. ما دمت في تقوى من الله سبحانه وتعالى فأنت قد انتصرت على النفس، وجئت بما يأمر به الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تجد في شهر رمضان أو على الأخص والإنسان صائم حتى وإن لم يكن في شهر رمضان، فالصيام نفسه كتب عليكم الصيام، ما قالش كتب عليكم رمضان، ولكن قال الصيام. فالصيام إن كان في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان فهو يؤدي إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. تجد الإنسان في شهر رمضان أو في صيامه يريد أن يكسل كثيرا وكثيرا وينفق ويتصدق ويزكي ويفعل. لما؟ لأنه تواقى شح النفس. التقوى وقفت وحجبت شح النفس وجعلت بينك وبينه وقاية. انتصار عظيم في شهر رمضان، فأصبح الإنسان في شهر رمضان يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم تقبل منا صيامنا يا رب العالمين. اللهم شفعه لنا يا رب العالمين، وشفعه فينا يا رب العالمين. شفع فينا الصيام، وشفع فينا القرآن،
وشفع فينا الصلاة، وشفع فينا القيام. اللهم شفع فينا ركوعنا وسجودنا في شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم اشملنا بشفاعة رسولك العظيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقول فيهم أمتي أمتي وأنت تقول فيهم رحمتي رحمتي. اللهم اجعلنا تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يتناولون شرابا طهورا مقدسا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضله العظيم يجبكم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.